هم كانوا سماهم الرئيس مفتاح النصر. سيادة الرئيس في ذاك الوقت كانت فكرته انه نحن نضرب غرفة العمليات بعد 24 ساعة من اطلاق معركة رد العدوان. أنا اخترنا 4 أشخاص من أفضل الأخوة الموجودين من العصابة الحمراء. اللحظة الأخيرة كانت هي عبارة عن دعاء. سماهم رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع بمفاتيح النصر، مجموعة من المقاتلين اللي اخترقوا صفوف قوات الأسد وقاتلوا خلف خطوط العدو. ما يقارب 15 مقاتل من العصائب الحمراء قدروا أنهم يتسللوا لداخل مناطق النظام، يقطعوا طرق الإمداد بين الرأس والجسد، بين غرفة العمليات وخطوط الجبهات الخاصة بعصابات الأسد. قدروا أنهم يهاجموا غرفة عمليات هي الأكبر بحلب، قتلوا من خلالها أحد أكبر المستشارين الإيرانيين، بالإضافة لقتلهم مجموعة من الضباط الكبار بصفوف قوات الأسد، أشباح الثورة اللي كانوا يقاتلوا خلف خطوط العدو. مين هن؟ كم كان عددهم؟ كيف قدروا أنهم يتسللوا ويوصلوا لداخل معاقل النظام، لقلب مناطق النظام؟ كيف قدروا أنهم ينجزوا عملياتهم؟ كيف استشهدوا رحمهم الله؟ رح نشوف بهذا الفيديو، رح نشوف كيف كانوا فعلا مفاتيح للنصر. سيادة العقيد، كان في تحذيرات للعصائب الحمراء قبل ساعة الصفر، قبل بدء معركة رد العدوان. كان في حديث انه في مقاتلين تسللوا لخلف خطوط العدو. نعم. مين هم؟ من شوي حكيت لي انه انت اللي دخلتهم. مين هم؟ نعم. كم عددهم؟ شو اللي صار فيهم؟ شو مهامهم؟ نعم. يعني كثير من الناس بيعرفوا انه هم كانوا سماهم الرئيس مفتاح النصر. نعم. لكن من هم؟ نحن بحكم تواجدنا المباشر دوما مع شباب العصابة الحمراء، فاخترنا زمرة اخترنا مجموعة حوالي 20 شخص تقريبا، وقسمناهم إلى عدة أقسام. قسم مكلف بقطع طرق الأمداد، وهن كانوا عبارة عن 12 شخص تقريبا، كل زمرة 3 أشخاص. طرق الإمداد بين وين؟ ما بين غرف العمليات وخط التماس تماما. فهن كانت مهمتهم أنه يقطع طرق الأمداد. قسم مكلف حصرا بالدخول على الاطلاع الاستراتيجية والمحصنة، وقسم إلى غرفة عمليات فرقة 30 متواجدة في حلب. سيادة العقيد، قيل انه في مجموعة هاجمت غرفة عمليات، في ضابط ايراني كبير قتل وفي ضباط على مستوى عالي قتلوا بهذا الهجوم. هل القصة حقيقية؟ كم كان عدد الاشخاص اللي هاجموا غرفة العمليات هاي؟ شو مصيرهم؟ شو اللي صار؟ نحن الله سبحانه وتعالى بعد ما يعني وفقنا وحصلنا كثير من المعلومات عن غرفة العمليات فرقة 30 ومدى أهميتها ومدى سيطرتها على محور مدينة حلب والخط التماس الأول للنظام، كان لابد من ضربها هي لغرفة العمليات لحتى نفصل الرأس بمبدأ فصل الرأس عن الجسد، ونحسن نهير الصفوف الأولى لخطوط النظام. فكان يعني دور العصابة الحمراء بهي المرحلة تحديدا. أن اخترنا 4 أشخاص من أفضل الأخوة الموجودين من العصابة الحمراء، مع أنهم كلهم الفضلاء، ولكن هذول أفضلهم كقوة، أفضلهم كنوعية، أفضلهم كتدريب لدخول هي المهمة جدا حساسة. كيف وصلوا؟ يعني الآن كثير من السوريين بيتسألوا، يعني أنا وقت سرب الخبر أو انتشر ما في كان مصدر رسمي مع مؤكد، كيف استطاعوا الوصول إلى غرفة عمليات محصنة عند النظام؟ تم اجتياز مدينة حلب عبارة عن تسلل الخط الأول، من ثم يعني استلامهم من مدينة حلب بسيارة بالتنسيق مع مكتب خلف خطوط. بس هم دخلوا بلباس دخلوا اجتازوا الخط الأول بلباس العسكري. لباس عسكري بيشبه لباس عسكري النظام. بس هو مو لباسنا العسكري، لباسهم عسكري. نحن بنلبسهم من عنا، بنلبس لباس عسكري تماما. يعني الأخ اللي نحن بيطلع من عنا بكامل عتاده، وحتى بلباسه حالق اللحى شبيههم بكل شيء. حتى ممكن أوقات يمارس بعض من لهجاتهم، حتى شلون هن معروفين بلهجات معينة، فهن بالتالي ممكن أوقات يمارسوا بعض هذه اللهجات. فنحن بندرب الزمرة على هذا المبدأ، ثم يدخلوا تجنبا انه اثناء الدخول اذا تعرضوا لموقف حرج انه يحسنوا يتداركوا. فلازم تعرضوا فعلا اثناء دخولهم هون لا ما تعرضوا لشيء، ولكن اثناء مسيرهم بمدينة حلب الى
الى غرفه العمليات كان لابد انه في حواجز لازم يعبروها، وتعرضوا لموقف جدا بسيط، هو استوقافهم لحاجز وسالوا عن شخصيتهم، عن تبعيتهم، عن كذا، واخوه اجابوا بكل اريحيه مش الحال نفذوا يعني. ونفذوا الحمد لله، والى وصولهم الى غرفه العمليات تبع مدينه حلب الواقعه تقريبا بنصف المدينه او اطراف نواحي المدينه، احياء المدينه عفوا. وصلوا تقريبا فجرا الى مدينه حلب، وسياده الرئيس في ذاك الوقت كانت فكرته انه نحن نضرب غرفه العمليات بعد 24 ساعه من انطلاق معركه رد العدوان. السبب الرئيسي انه يكونوا كل الضباط اجتمعوا، رفعوا الجاهزيه. الضباط بيكونوا على وقفه الاستعداد، ممكن يكون في كثير من الناس يعني مشوشه كذا، بتعرف انت اثناء غرفه العمليات بتصير حتى ممكن ضباط كبار من المناطق ثانيه يجوا مشان يعطوا تعليمات او كذا. تماما، فكانت الفكره هون تماما، والله سبحانه وتعالى وفق الزمره هي ودخلت الى غرفه العمليات وأدت المطلوب منها، ولكن كانت النتيجه بالتالي انه الاخوه كلهم اسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبلهم، استشهدوا كلهم. المعركه كان مطلوب منهم انه يدخلوا دخول من دون خروج لحتى يحسنوا يحققوا النتيجه المطلوبه، وهي تصفيه كل الضباط الموجودين. استشهدوا جميعا. واستشهدوا جميعا. هل صفوا كل الضباط؟ كم كان عدد الضباط؟ هل في رتب معينه؟ رتب كانت فوق رتب ما بين رفيعه ومتوسطه، ضباط وصف ضباط، وكان في احد مستشارين ايرانيين او من كبير المستشارين الايرانيين متواجد بغرفه العمليات، ايضا كمان الله سبحانه وتعالى اكرمنا وقتل على ايديهم هي الزمره. بالنسبه للشباب اللي انت كنت ربما مسؤول عنهم بمكان ما، نعم، كيف كنتوا تتواصلوا معهم؟ لو تحكي لنا هيك اللحظات الاخيره للكلام معهم او التواصل معهم. اللحظه الاخيره كانت هي عباره عن دعاء، نحن في اتصال مباشر ما بيننا وبينهم. كانت هي عباره عن دعاء، كانت هي عباره عن يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، كانت هي عباره عن توصيتهم لنا باكمال الطريق وتحقيق النصر اي نعم. فالاخوه الله سبحانه وتعالى يعني اكرمهم وكانوا هن مفتاح للنصر مثل ما قال السيد الرئيس. لو كانوا امامك الان شو بتحب لهم؟ والله صراحه انا على وجه الخصوص هي الزمره اللي دخلت هن جدا جدا مقربين بالنسبه لي، يعني احدهم هو كان نائبي خلال فتره تواجدي بالعصائب كلها، فبالتالي في كثير من المشاعر ما بيننا وبينه، في كثير من اللحظات، كثير من التدريبات، كثير من الاشياء اللي نحن عايشناها ومارسناها سوا، فاسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا فيهم على خير ان شاء الله باذن الله. لو كانوا امامك الان تخبرهم انه نحن انتصرنا، كنا اوفياء لدمائهم ان شاء الله تعالى، بل اكثر، ممكن تشكرون على هذا العمل اللي هن تقدموا فيه وبذلوا ارواحهم، ممكن اتشكرهم واثني عليهم خير، والى الان نحن نثني عليهم خير، ولكن اذا كان الكلام ما بيني وبينهم على انه هن من فضل تضحيتهم الله سبحانه كل المعركه بالنصر، وكانوا هن حقيقه يعني هن المفتاح. اي نعم، فاسال الله سبحانه انه يتقبلهم ان شاء الله ويجمعنا فيهم على خير ان شاء الله تعالى. شو بدك تقول باسمهم لو كنت واحد منهم؟ شو بتحب تقول للسوريين باسمهم كشهداء بذلوا ارواحهم؟ انه السوريين ما يفكروا انه المعركه اجت بالهين، ما يفكروا انه المعركه هي كانت عباره عن امور وسياسات وعلاقات دوليه، بالتالي خلص سقط النظام فلازم يسقط، لازم يستبدل. ترى الامر ما كان هيك ابدا. النصر ما تحقق الا بدماء، النصر ما تحقق الا باعداد، النصر ما تحقق الا ببذل للمهج، والنصر ما تحقق الا ببذل كل ما يملك الشخص، واغلى ما يملك هو روحه. فهذول الناس هن كانوا يعني من الاشخاص اللي قدموا ارواحهم تحقيقا لهذا النصر. فانا بتمنى من الناس بس يعني تسمع عن عصائب حمراء او تسمع عن التضحيات اللي بذلها عموم المجاهدين، ما يفكروا انه النصر اجى بالهين. ترى النصر اجى مو بطريق معبد باشلاء ودماء، النصر اجى بطريق معبد بتضحيات كثيره، مو مثل ما يسوق البعض انه النصر اجى هين لين ب 11 يوم. هي معلومه جدا غلط. النصر اجى بعد اعداد طويل، النصر اجى بعد تضحيات طويله، النصر اجى بعد دماء واسيلت وانفس زهقت ابتغاء هذا الامر. الحمد لله. والنصر ما اجى هين.
والله الحمد لله. كل الشكر لكم سياده العقيد. اكرمكم الله. الله يسلم لكم يا رب. عنك على انه بدي اعانق هذول الشهداء. اكرمكم الله استاذ. الله يحفظكم يا رب. الله يسلمكم يا رب. يعني العناق هذا من قمه جبل زين العابدين اللي كان ايضا للعصائب دور الابرز بتحريره. خبرت انه في باحد هذه الاماكن استشهد هذا الجبل. ذكرت لك انه ممكن هذا الجبل استشهد عليه احد الاخوه العصابه الحمراء، كمان هو كان مفتاح للقصاصات، كان موجود هون. الله يتقبل يا رب. اللهم رب يتقبل كل الشهداء. يعيننا انه نكمل طريقهم ونحافظ على نصرهم ان شاء الله. اللهم رب كل الشكر. الله يجزاك خير. مبارك والله.